ازاي حته الملبن ديت خلت حد يعمل عليا سبوبه ويكسب 450 جنيه مني من غير ما يعمل اي حاجه. الناس اللي شغاله معايا يعني بطلب لها ساعات علب حلاوه المولد عن طريق امازون، انا ما اعرفش الاسعار وكده، فبنطلب الاوردرات وخلاص. جيت اتفاجئت لما الاوردر بعد ما طلبناه لقينا البوكس اللي احنا اشتريناه 600 جنيه وهو سعره بقى مفاجاه. في بدايه الاوردرات انا طلبت كده كام اوردر بصراحه. العلبه دي 18 قطعه زي ما انت شايف ب 674 جنيه فوق اهي. التاجر اسمه مستر بيست، الراجل دوت عمل مني سبوبه حلوه وعمل على ناس كتيره يعني. المهم مين فيهم ابو 700 جنيه. ده البوكس اللي جالي المفروض من امازون زي ما انت شايف على بتاع اتويل برايم 18 قطعه عادي جدا يعني. تمام. ودي تاني علبة. دي بقى اشتريتها منين؟ رحت الاتوال نفسهم، عندي كده مناسبة يعني، ولقيت العلبة ديت بكام بقى؟ ب 190 جنيه. يعني 675 ناقص 190 هيطلع لنا تقريبا 485 جنيه ربح صافي. لمين؟ استاذ مستر بيست هو اللي كسب ال 475 جنيه. لا انا مش زعلان. السبوبة سوا يتعمل عليه سبوبة على اخر الزمن. حلو بصراحة. لكن للامانه برضو مستر بيست هو ما كسبش مني 475 جنيه صافي، لان في منهم من 3 ل 15% نسبه امازون بتاخدها على كل بيعه هو بيعملها على حسب الكاتيجوري بتاعه المنتج بتاعه. الشركه اللي صنعت المنتج وغلفته وعملته وعملت كل حاجه خدت مبلغ اجمالي من الشخص 190 جنيه، والشخص بس اللي دفع 190 جنيه في الاوردر دوت ويجي حطه على امازون وباعه ب 700 جنيه تقريبا، كسب حرفيا ضعف الفلوس اللي اتوال عملتها من نفس العلبه، وهي حرفيا ما عملش حاجه لمجرد انه استغل برنامج اسمه FBA او فولفيلد باي امازون. وانت حرفيا ما بتعملش اي حاجه غير ان انت بتوفر المنتج تديه لامازون، امازون تعمل كل حاجه، تخلص تجي لك تحولك الربح بتاعك على حساب البنك بتاعك وخلصنا. انا عارف ان النهارده المولد خلاص الفرصه راحت، ممكن تعملها السنه الجايه، لكن دي فرصه حرفيا على مئات والاف وعشرات الالاف من المنتجات. ممكن تكبر الموضوع ده خطوه زياده. خطوه زياده ازاي؟ ان انت تبيع على امازون، على جوميا، على نون. هتقول لي طب وهعملها ازاي يا استاذ محمد؟ عملنا موسم تاني من السبوبه سوا. الكلام ده بيتشرح بشكل تفصيلي في شابتر واحد من ضمن 3 شباتر رئيسيه في كورس السبوبه سوا الموسم الثاني خاص بالتجاره الالكترونيه. فدي فرصتك ان انت تدخل دلوقتي تعرف اكتر عن ازاي تقدر تبقى بائع في امازون وتبقى بائع في جوميا وتبقى بائع في نون من واحد من اشطر البائعين على ال3 مواقع. هيقول لكم تجربته بالتفصيل اللي حققت له اكتر من 6 ارقام بالمصري مبيعات على المواقع دي في منتج هو بنفسه اللي مصنعه، مش مجرد جايبه زي علبه حلاوه المولد وبايعه، ولكن هو اللي مصنعه. الكلام ده كله متسجل خطوه بخطوه في كورس واحد. الكورس دوت ان شاء الله يبقى هو ده الحل او هو ده بدايتك لو انت قررت تبدا في عالم التجاره الالكترونيه. وكده انت عرفت